الأغاني حلال، الأغاني حلال. أرجوكم ما حد يسألني في الأغاني. 100 فيديو شرحت لماذا حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت عائشة لحفل الزواج قالت يا رسول الله عندنا حفل بني الأنصار، قال خذي معك لهو، يعني الدف، اضرب الدف، خذي معك اللهو الدف، فإن الأنصار يحبون اللهو. الدف، اللهو هنا الدف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذت عائشة الدف وذهبت وتضرب الدف في العرس. واحد يقول يا رسول يا شيخ وسيم اسمح لي بليز. بسمح لك تفضل يا دكتور وسيم، كان أيام الدف يعني فقط، فالموسيقى حرام إلا الدف. يا حبيبي لو كان عندهم جيتار لاستخدموا الجيتار، أدوات الموسيقى عندهم أنذاك الدف فاستخدموا الدف. فلا تلف وتدور على الناس. الموسيقى حلال والأغاني حلال إلا إذا تدعو للرذيلة، انتهى الموضوع. حفلات الزواج عائشة أخذت الدف وضربت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذا خذي معك الأنصار يحبونه.